صباح الخير. استكمالا لحلقات في كتاب هكذا ربانا جدي علي الطنطاوي لحفيدة علي الطنطاوي اللي هي عابدة العظم. الكتاب ده من أروع الكتب، والنهاردة هنبتدي أقول لكم ايه الحاجات اللي لفتت نظري جدا في المقدمة للكتاب، مش بس لسه هندخل بقى في تفاصيله، لكن في المقدمة للكتاب. علي الطنطاوي الأول اللي ما يعرفوش، هو كان من علماء الشام، وكان ليه أثر عظيم جدا جدا جدا. وكان حد يعني سيرته الذاتية مليانة بتفاصيل وفعلا بتأثيره في المجتمع، وفي نفس الوقت كان بيلقب بأديب العلماء وعالم الأدباء. هو كان من علماء الشام، وكان بيلقب من كتر علمه ومن كتر طبعا تأثيره كان بيلقب بكده. لكن الحقيقة هو مش بس تأثيره في الحياة العملية والحياة المجتمعية، لكن أنا من مقدمة لقيت تأثيره في حفيدته اللي كانت بتشرح في المقدمة كل حاجة عنه قد ايه هي كأن في حد بيراقب حد طول الوقت. بتشرح في المقدمة تفاصيل كتيرة قوي قوي عنه، طريقة أكله، طريقة شربه، طريقة لبسه، طريقة حتى علمه، طريقة ازاي بيحب يطلع، طريقة طبعا ازاي كان بيربي أولاده، وهي حفيدته اللي كمان رسخ في أحفاده قيم كتير قوي قوي قوي. من الحاجات اللي حابه ان انا اقولها لكم ولفتت نظري جدا جدا في المقدمه، احنا لسه ما دخلناش في الكتاب لكن في المقدمه، رقم واحد ان فكره ان هي بتراقبه كتير قوي، يقول لنا ان القدوه هي رقم واحد في التربيه. قد ايه هي كانت مراقباه، لان هو كان بالنسبه لها قدوه، ومش بالنسبه لها بس، كان بالنسبه طبعا لكل احفاده. الحاجه التانية اللي لاحظتها جدا في المقدمه ان هو كان في اسس في تربيه اولاده، ان هو دايما كان بيعتز بالله وقراءة في الحق. وهنا قالت جملة جميلة قوي، ان الجرأة اللي كانت في الحق دي كانت جرأة بيعرفها فيها القريب منهم والبعيد، وبالتالي في كده عزة نفس. مفيش حاجة اسمها هوان للنفس، ربهم على عزة النفس. وعزة النفس دي ان ربى فيهم من جواهم الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية اللي خلفتت نظري برضو في المقدمة ان هو كان بينميهم ويشجعهم على فكرة المطالعة والمراجعة وتنمية جزء العلم والملكة العلمية عندهم، وان هم يقروا وان هم يطلعوا من امهات الكتب، مش ان هم بس يقرأوا حاجات بسيطة، لا لا خالص، بالعكس. فده اللي لفت نظري جدا. المقدمة دليل قد ايه كان انسان مؤثر، مش في المجتمع بس، كان مؤثر جوه بيته. رقم واحد كان قدوة لبيته، فبالتالي ده فرق كتير جدا. طبعا هنكمل مع بعض كل جزء من الكتاب. اتمنى يعجبكم. لو في اي حاجة او اي كومنت اتمنى تقولوه لي في الكومنتس تحت، واشوفكم على خير. باي باي.